دي الكمية اللي طلعت من القشر بتاع المانجا استفدنا بيه. ادي شكل الكوباية تبارك الرحمن، شكل العصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنات، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو عن قشر المانجا اللي احنا بنرميه. طبعا قشر زي كده ما ينفعش نرميه، لان بصوا داخله برضو ايه الالياف بتاعتها وحتت من اللحم. فقلنا نعمل ايه، نضربها مع بعضينا ونعملها عصير. ايه رأيكم؟ هنجيب الخلاط معانا كده وهنحط فيه السكر بتاعنا، بسم الله. وهنجيب قطع المانجا زي ما انتم شايفين كده، او قطع القشر بتاعنا، وهنحطه في الخلاط. بدل ما ترميه اشتغلي بيه كده حبايبي. هنحطه في الخلاط وارجع لكم، خليكم معايا كده حبايبي. حطينا قشر المانجا بتاعتنا وحطينا السكر، وكده هنحط كوباية مية، ونجيب كمان كوباية كده حبايبي، وهنقفلها بالغطا ونضربها. بسم الله. هنا حبايبي بتبقى محضرة حلة وفوق منها المصفى. طبعا انا جايبه حله ومصفى كبار علشان الكميه اللي عندي زي ما انتم شايفين كده كتير ما شاء الله. وهننزل بعصير المانجا. بصوا شايفين مانجا، بنطلق مانجا مش قشر ما شاء الله، لان القشر كمان فيه لحم كتير. وهنعمل كمان شفشق، خليكم معايا. وادي الشفشق التاني، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. كده حبايبي، وننزلها بالسباتيولا ونصفيها من كل القشر اللي فيها. بسم الله في اوله واخره. ده القشر اللي طلع، وبرده ما تصفاش حلو قوي بس عشان ايه الوقت. ودي المانجا اللي طلعت او العصير اللي طلع تبارك الرحمن. بصوا ما شاء الله، بصوا مش خفيف. كوبايه مانجا جميله، نصبها كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حبايبي، ادي شكل الكوبايه تبارك الرحمن، شكل العصير. طبعا ده مش هيقعد ما شاء الله تبارك الرحمن، هيتشرب بسرعه. شايفين؟ ودي الكميه اللي طلعت من القشر بتاع المانجا استفدنا بيه. ده غير طبعا اللبابه بتاعت المانجا او القلب بتاعه قطعناه وشلناه علشان نعمله لصينيه كنافه بالمانجا. ايه رايكم؟ ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون حاز لاعجابكم. ان عجبكم متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.